السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معكم قناة الملك الكريم. متنسوش لايك والاشتراك والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. متوقع نتيجة مباراة برشلونة وألافيز تحت في الكومنتات. يدخل برشلونة المباراة بعد خسارة أمام تشيلسي 3-0، لكن برشلونة يستعد دخول المواجهة بقوة قوية جدا جدا. المباراة صعبة جدا على برشلونة. هي مش صعبة أوي، لكن المباراة على سبوتيفاي كامب نو. طبعا برشلونة معنوياتهم يعني لو خسروا يعني شبه الصدارة هتروح للريال، فلازم يكسبوا حتى لو هياخدوها لمدة يوم واحد. لكن المباراة هتكون صعبة جدا على برشلونة، يعني ضغط وجماهير يعني. بس طبعا الماتش المفيد اللي هو على سبوتيفاي كامب نو مع قال استاد برشلونة بعد 800 يوم أخيرا رجع السبوتيفاي كامب نو مع قال البرشلوني. طبعا برشلونة لو كسب هيبقى عنده كام 34 نقطة، فلازم يكسب المباراة قبل مباراة ريال وجيرونا. أمامكم تشكيلة البارسا الآن. القانون الناقلة للمباراة بين سبورت واحد المعلق عامر الخوزيري. أما عن توقيت المغرب تمام الساعة 4:15 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 5:15 بتوقيت مصر والسودان وليبيا وفلسطين، 6:15 بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والأردن، و7:15 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. حكم المباراة ميغيل أنخيل أورتيز. الجولة ال14 من الدوري الإسباني اليوم السبت 29/11/2025، 29 نوفمبر 2025. سلام.